في يوم عيد خرج السلطان نجم الدين بموكبه يجوب القاهرة، والأمراء والجنود مصطفين حوله والسيوف مسلطة. ناداها الشيخ العز بن عبد السلام بأعلى صوته وجرده من كل شيء، وقال: يا أيوب، ما حجتك عند الله غدا إن قال لك ألم أبوأك ملك مصر ثم تطيح الخمور؟ فقال السلطان: يا شيخ، هذا لم أفعله أنا، هذا من زمن أبي. فقال الشيخ: أأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة الكفر؟ عندها بكى السلطان بكاء شديدا، وأمر بإقفال كل الحانات التي تبيع الخمور في مصر. فلما عاد الشيخ إلى تلاميذه سأله أحدهم: سيدي، كيف استطعت أن تقف أمام السلطان العظيم وتصرخ فيه هكذا أمام أمرائه وتناديه باسمه مجردا من كل شيء؟ فقال الشيخ: يا بني، رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه. فقال التلميذ: أما خفته؟ فابتسم الشيخ في وجه التلميذ وقال: والله يا بني، إنني كلما استحضرت هيبة الله تعالى صار أمامي السلطان كالقط.